ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ بعد ما وصلنا اسكندرية وخلصنا كل المشاوير اللي ورانا، اصروا الناس حبايبنا اللي معانا ان هم يعزمونا في مطعم حلو قوي. شايفين الدنيا بتمطر ازاي والجو حرفيا كان تحفة جدا. آه، مطرة مع جو دافي. اسكندرية بصراحة في الشتاء العشق كله. المطعم ده مطعم حلو قوي. خدونا ليه. المطعم ده موجود في بحري في الأنفوشي، جنب حلقة السمك. عايزة أقول لكم طعم الأكل فيه كأنه بنكهة الأكل البيتي، يعني كأن ست البيت اللي عاملاه. كمان في ميزة حلوة قوي، كل حاجة عنده فريش. هاخدكوا جولة هناك المطعم ده وهناكل هناك. بس فعلا اللي ما راحش المطعم ده فايته كتير. عنده كل أنواع الأسماك، حاجة عظمة زي اللي قدامك دي. كل أنواع الأسماك، والحلو زي ما قلتلك إن الأسماك بتاعته فريش. الجميل بقى في الناس حبايبنا اللي كانت عازمانا، هي خلتني اختار الاكل اللي احنا هناكله بمساعدتهم طبعا. فاخترت حاجات كده ان شاء الله يعني يكونوا اتبسطوا منها. كانوا بياخدوا رأيي في نجيب كذا ونجيب كذا، بس بصراحة منظر الأسماك عنده حلو قوي، نظيفة. كمان الأكل بتاعهم وتقديم وطريقة تقديم الأكل، الطريقة بتاعتهم نظيفة، وزي ما قلتلك واخد من نكهة أكل ست البيت، يعني حلو. الرز الصيادية نكهة السمك الجمبري كان معمول بطريقة حلوة. هنشوف دلوقتي الشوربة بتاعتهم السي فود كانت خطيرة جدا. هنا كنا بنختار وبياخدوا رأيي هنعمل كذا ونعمل كذا، وانا بصراحة كنت مبسوطة جدا لان انا بحب يعني الاسماك من الاكلات المفضلة عندي. ان انا لو بتاكليني كل يوم سمك انا مزهقش. شكرا طبعا على العزومة الحلوة دي. هنا طلعنا المطعم فوق وهو اشبه كأنك قاعدة في قلب مركب. قدم لنا بقى السلطات الاول كده، والحاجات اللي بتتقدم في الاول مقبلات. والحلو كمان في المطعم ان ما شاء الله يعني سرعه التجاوب، يعني بسرعه جدا كانوا قدموا لنا شوربه السي فود. فيها كاليماري وفيها كمان جندفلي وفيها كابوريا وفيها جمبري حلوه جدا وكانت خطيره. كمان اللي هي الارجل بتاعه الصبيت عملوا بيها الطبق التحفه ده. الطبق ده حلو قوي بجد، عاملينه بطريقه مميزه ونكهه حلوه جدا. وكمان صينيه الجمبري الخطيره ديت ريحتها كانت جباره. رز الصياديه بالجمبري كمان حلو ومميز عندهم. وزي ما قلت لكم كانك قاعده في البيت وبتاكلي اكله يعني حد عاملها من قلب البيت، حد محترف بقى في عمايل اطباق الاسماك ديت ومقدم الاكلات الحلوه بجد. تحية خاصة لكل القائم على العمل في مطعم أبو نور. المطعم ده اسمه مطعم أبو نور في الأنفوشي، بحري، جنب حلقة السمك. حلو قوي بجد، مش دعاية، ولكن يعني أنا لما باكل حاجة حلوة في مكان ويكون حلو يستحق إن أنتي تقولي عنه حاجة. يعني أنا بحب أنوه للناس، الناس اللي بيبقى عاشقات الأسماك زي بقى، روحي لو ما رحتيش لسه مطعم ابو نور، روحي مطعم ابو نور في الانفوشي جنب حلقه السمك. كل الاكل اللي فيه فريش، كل انواع الاسماك فيها حرفيا فريش، طعمها حلو قوي. وكمان نكهه الاكل عندهم غير اي مطعم. يعني في مطاعم تحس ان انت فعلا بتاكلي اكل مطعم، ما فيهوش اي نكهه كده من اكل البيت. وكمان اللذيذ في الموضوع بقى ان بعد ما اكلنا الحمد لله قدموا لنا المشروب ده اللي هو ليمون بالنعناع. عايزه اقول لكم حلو قوي ومهضم كمان، ولازم بعد اكله السمك نشرب المشروب الحلو ده. فعلا تحيه لكل القائمين على العمل في مطعم ابو نور. مطعم حلو، اسماكه زي ما قلت لك طازه كلها. طبعا احنا كنا معزومين، مش هقدر اقول لكم الاسعار بصراحه عشان انا ما سالتش عن السعر، ولكن هو حلو. يعني هتبقي دافعه، لو دافعه حتى فلوسك ويعني الفيزيتا عاليه هتحسي ان انت دافعاها في مكانها. مطعم ابو نوره، ابو نوره اهو شايفين، بس طبعا الكاميرا اماميه. مطعم ابو نوره. عايزه اقول لكم احنا هنا كنا اكلنا ونزلنا. بصوا ديت انا وريتها لكم في الاول، كان عليها جميع انواع الاسماك.